بطل حلقتنا النهاردة هو الفنان سعيد أبو بكر. النهاردة هنتكلم عن حاجتين عن سعيد أبو بكر. أول حاجة حبه للفنانة ماجدة واعتكافه عن الجواز، هنعرف ليه التفاصيل. وتاني حاجة إيه سبب وفاته وهو في الطائرة. الفنان سعيد أبو بكر كلنا عارفينه طبعا، بس إحنا النهاردة هنتكلم عن حاجات كتير جدا عن سعيد أبو بكر، ودول أهم حاجتين هنتكلم عنهم. ارتباط الفنان سعيد أبو بكر بقصة حب كان بالفنانة ماجدة كانت طبعا في بداية حياته وبداية حياة الفنانة ماجدة كمان، لكن الخطوبة دي تمت بالفعل، لكنهم الخطوبة ما اكتملتش ورفضت ماجدة إنها تكمل الخطوبة بدون ذكر أسباب، ورفضت الزواج منه. علشان كده الفنان سعيد أبو بكر اعتكف عن الزواج من بعد فسخ خطوبته بالفنانة ماجدة. أما الصديقة اللي كانت مقربة جدا من الفنان سعيد أبو بكر كانت الفنانة ليلى مراد، وهو كان كمان السبب في زواجها من الفنان فطين عبد الوهاب، المخرج فطين عبد الوهاب. أما دلوقتي هنبدأ نتكلم عن سبب وفاة سعيد أبو بكر. في فنانين كتير جدا كان سبب وفاتهم صدم المشاهدين وكمان زمايلهم داخل الوسط الفني، ومن ضمن الفنانين دول كان الفنان سعيد أبو بكر. إن هو كان في الأول كان مصاب بمرض في القلب، وعانى بسبب المرض ده سنوات كتير جدا، وحاول إن هو يتعالج هنا في مصر، لكن ما نفعش العلاج. قرر بعدها إنه هيسافر للندن علشان إجراء جراحة بالقلب عاجلة كمان. وأثناء سفره وركوبه الطيارة ما قدرتش إن هي تهبط في مطار لندن عشان الضباب اللي كان كتير جدا، وفضلت الطائرة في الجو ساعات طويلة وصلت لأكتر من 17 ساعة، وما قدرش سعيد أبو بكر إنه يتحمل قعاده في الطائرة، وأصيب بنوبة قلبية شديدة فارق على أثرها الحياة وهو في الطائرة. وده كان سبب وفاة الفنان سعيد أبو بكر. احنا قلنا النقطتين دول عن الفنان سعيد أبو بكر في ملخص بسيط جدا وبناء على طلب حضراتكم، وهنقول بعد كده قصة حياة الفنان سعيد أبو بكر كاملة، وهنعرف تفاصيل لأول مرة عن حياته معانا في حلقة بعد كده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، حلقة سريعة جدا عن حياة الفنان سعيد أبو بكر. ونرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وكمان اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركناش، وكمان نفعل الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد وحصري من القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.